الرمرمة. أول ما بتسمع اللفظ ده بتفكر في إيه؟ واحد بياكل أي حاجة قدامه طول اليوم، سواء مفيدة أو مش مفيدة، أو رايح جاي على التلاجة طول الليل بياكل أي حاجة قدامه بدون تفكير، وبالتالي بطنه هتوجعه ويمكن يجيله تلبك أو تسمم. طب أنت عارف إن دماغنا كمان بترمرم؟ أيوه، في مصطلح علمي اسمه فوج برين أو ضبابية الدماغ. يعني دماغ مشتتة طول اليوم، مش عارف تركز في حاجة ومشوش، ولا عارف تنصت لشخص وهو بيتكلم معاك. وده نتيجة اللي بنقدمه لعقولنا يوميا من أول ما بنصحى لحد ما بننام. بنفضل نتنقل من ابلكيشن للتاني على السوشيال ميديا، ومن الفيديو ده للريل ده، وطول اليوم بنسكرول. فكرت ذهنك بيتعرض لنوعية أفكار عاملة إزاي كل يوم؟ وإيه جودة اللي بيتقدم لك؟ وغالبا ما بيحدد تصرفاتك وكلامك ونوعية حياتك. الكتاب مقدس في رسالة بطرس بيقول لنا: منطقوا أحقاء ذهنكم. وكان بيقصد إن زي ما الناس زمان كانت بتلبس جلاليب واسعة وفضفاضة وقت الشغل والحرب زي فلاحين النهاردة، ويجي وقت الشغل والحرب بيمسكوا ديل الجلابية ويربطوه بإحكام شديد جدا على وسطهم عشان يعرفوا يتحركوا ويشتغلوا. وهنا بيقصد بطرس يقول لهم: خلي تفكيركم منضبط وغير مشوش وفوضوي. وفي رسالة بولس كمان لأهل أفسس بيقول: مستنيرة عيون أذهانكم. بيصلي لنور لأذهانهم اللي هي مركز التفكير والإدراك، عشان يقدروا يفهموا حقائق مهمة لحياتهم، زي الخلاص ودعوتهم وميراثهم الروحي وعظمة الله اللي شغالة في حياتهم كل يوم. يا ترى ذهنك مستنير بإيه بيحكم حياتك؟ وعلى أساسه بتاخد قراراتك وبتتشكل نوعية حياتك. فكرة تفكر.